السلام عليكم ورحمة الله. هتكلم معاكم إن شاء الله النهاردة عن الحكم عند الرجال. يعني إيه أصل الحكم، وإيه مقاييسه، وإيه أسبابه، وإزاي إن إحنا نقدر نعالجه. يلا بينا يلا بينا. خير ما تداويتم به الحجامة. بداية، يعني إيه عقم؟ العقم هو عدم قدرة الجسم إن هو ينتج حيوانات منوية بكثرة عشان يحصل عملية الإخصاب. ده المفهوم المبسط والبسيط جدا لمسألة العقم. تمام. يعني هو كده الجسم ما بيقدرش إن هو ينتج الحيوانات المنوية. ده كده بس؟ لأ، في أكتر من حاجة، بس ده في العموم والشمول. طيب هو العقم ده بيحصل نتيجة ايه؟ هو بيحصل لأكتر من حاجة وبأكتر من سبب. مبدئيا الناس اللي عاوز يعرف ايه السبب العقم عنده، بيعمل طبعا الأول التحليل عشان يشوف نسبة الحيوانات المنوية اللي موجودة. طيب هو مطلوب في النسبة تبقى كام؟ النسبة المفروض عدد الحيوانات المنوية في القصفة الواحدة أو في المرة الواحدة تبقى 10 مليون حيوان منوي. 10 مليون؟ اه. تمام. طيب هو دلوقتي لو العدد أقل ممكن كده نسميه ده عقم. تمام. طيب هو العقم بيجي نتيجة ايه؟ في أكتر من سبب. أول سبب بيتمثل في مشاكل الخصية، لأن الخصية بيتم إنتاج فيها الحيوانات المنوية. تمام جدا. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تصيب الخصية؟ المشاكل ممكن تصيب الخصية زي دوالي الخصية أو الإصابات والحوادث اللي ممكن تعمل تليف في الخصية، وبكده بتفقد قدرتها إن هي تنتج الحيوانات المنوية. تمام. طب ده بالنسبة للخصيتين ولا خصية واحدة؟ لا، ممكن واحدة تتضرر، لكن الخصية التانية ممكن تكبر وتأدي عمل الاتنين، مفيش مشكلة وما يكونش فيه عقم. يعني ممكن لو واحد مولود بخصية واحدة أو عنده خصية معلقة وتلفت وشالها ينجب بخصية واحدة، ممكن. طب لو في دوالي برضو يقدر إنه ينجب بخصية واحدة، مفيش مشكلة خالص. هتكبر حجمها زي ما قلنا وهتنتج الكم الكافي، مفيش مشكلة خالص. كلام جميل. طب دي النقطة الأولانية المتعلقة بالخصية. طب النقطة التانية إيه هي؟ النقطة التانية بتتعلق بالبروستاتا. تمام. طب هي البروستاتا دورها ايه؟ البروستاتا دورها في الانتصاب، ان هي بتضخ الدم للقضيب عشان يحصل الانتصاب، ومن غير الانتصاب مش هيحصل القصف. تمام. طب ايه المشاكل اللي ممكن تصيب البروستاتا؟ احنا اوريدي عملنا حلقة قبل كده عليها. والمشاكل اللي ممكن تصيب البروستاتا في التهاب البروستاتا او تضخم البروستاتا او اورام البروستاتا اللي هو الكانسر. تمام. يبقى كده عرفنا اول سببين. المشكلة الأولانية بتكون متعلقة بالخصية، المشكلة التانية بتكون متعلقة بالبروستاتا. في مشاكل تانية؟ في مشكلة تالتة، ودي متعلقة بالأنيميا. يعني إيه؟ يعني الجسم ما بياخدش الفيتامين أو المعادن الكافية عشان يقدر إن هو ينتج الكم من الحيوانات المنوية، عشان نقدر نحن نعمل إخصاب للبويضة. تمام. طيب يبقى كده في 3 أسباب. في سبب رابع، والسبب الرابع ده هو الأهم، وهو تقريبا النسبة الأكبر من الحالات. طب إيه هو؟ هو المتعلق بالكبد. الكبد. طب هو إيه دوره؟ الكبد إيه دوره في الموضوع؟ ما سمعناش قبل كده إن في حد عنده مشكلة في الكبد ما بيقدرش يخلف، ولا إيه بالظبط؟ هقولك الكلام اللي هتسمعه دلوقتي مش هتسمعه في أي مكان تاني، ومش هتعرفه من أي حد تاني، لأن لسه تقريبا محدش يتوصل له خالص. وده بالتجربة العملية، إن أكبر نسبة من الناس عندها مشاكل في الإنجاب بيكون بسبب ضرر بالغ حصل في الكبد. ضرر بالغ حصل في الكبد. تمام. طب إيه اللي يثبت الموضوع هقول لك على آية موجودة في القرآن الكريم. عارف سورة البلد؟ تمام. الآية رقم 3 ووالد وما ولد. الآية رقم 4 لقد خلقنا الإنسان في كبد. تمام. بس كبد
المذكورة في الآية، بعض العلماء قال لك الكبد دوت المقصود بيه الرحم اللي اتخلق فيه. هقول لك للأسف ده غلط، وغلط إن احنا نفسر القرآن أو إن احنا نطوي القرآن أو نأيف القرآن على حاجة احنا مش عارفينها. القرآن لما قال الكبد يقصد بالكبد، لو قال رحم هيقصد بيه الرحم، لكن مش هيقول الكبد ويقصد بيه رحم، أو مش هيقول الرحم ويقصد بيه كبد، لأن الكبد معروف والرحم معروف. وبالتجربة العملية بالفعل الناس أو أغلب الناس اللي عندها عقم عندها مشكلة كبيرة في الكبد. تمام. طب إيه المشكلة اللي هتكون في الكبد؟ هيكون ده فيه تلوث والتهاب في الكبد. تمام. طب أنا ممكن أعمل تحليل وأشوف الكبد إيه المشكلة فيه. مظبوط. أنا ممكن أعمل وظائف الكبد. لو عملت تحليل لوظائف الكبد هتلاقي ال AST وال ALT الاتنين ممكن كويسين وبرضه ما بتنجبش، ومفيش مشكلة في البروستاتا لا، ولا في الخصية برضه لا. طب ازاي بقى الكلام دوت؟ اوضح لك النقطة ديت. مبدئيا احنا ما نعرفش كل وظائف الكبد ايه عشان نقدر احنا نعمل لها تحليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. احنا ما نعرفش كل وظائف الكبد. تمام. طيب احنا دلوقتي قلنا ان نسبة كبيرة من حالات العقم عندها مشكلة في الكبد. المشاكل اللي بتحصل في الكبد ديت من ايه؟ في اكتر من حاجة، هم 5 حاجات. اولهم التدخين السجاير. تمام. او التدخين ممكن فعلا يأثر على الكبد عشان النيكوتين والاطران والحرق. تمام. طب في اسباب تانية؟ الشيشة برضو كذلك. تمام. لان هي فعلا من الملوثات لان فيها سموم والكبد هو المسؤول عن السموم. تمام. في اسباب كمان، في الكحوليات، الخمور بصفة عامة بتأثر على الكبد وممكن تسبب تسمم الكبد او السيروسس اللي هو التليف الكبد. تمام. في اسباب تانية في الادوية وخصوصا الكيماوي. الكيماوي اصلا بيقضي على الحيوانات المنوية اللي موجودة. الكيماوي وكترة تناول الأدوية. كده احنا قلنا 4 أسباب، فاضل سبب واحد. السبب الأخير دوت هو تقريبا 90% من حالات العقم. ايه هو؟ الدراجز، المخدرات. المخدرات بتسبب العقم للأسف طب هي هتسبب العقم ليه؟ يعني هتأثر على الخصية ولا هتأثر على البروستاتا ولا ايه بالظبط؟ لا، التأثير الأكبر بيكون على الكبد. ومادام الجسم اتلوث والكبد اتأثر مفيش إنجاب للأسف. تمام. طيب احنا دلوقتي عرفنا ال4 أسباب اللي موجودين، هنكررهم تاني. هي مشاكل الخصية أو البروستاتا أو الأنيميا أو الكبد. والكبد هو النسبة الأكبر، والنسبة الأكبر اللي بتأثر على الكبد هي المخدرات. تمام. طيب الحل دلوقتي هنتعالج ازاي؟ ممكن احنا نعمل إخصاب خارجي، احنا نعمل حقن مجهري. تمام. هو الحقن المجهري كويس وكل حاجة، بس أولا هو مكلف. النقطة التانية الجنين بيبقى ضعيف شوية. ليه؟ هو مش بياخدوا الحيوان المنوي ويحطوه على البويضة عشان يحصل الإخصاب ويهيئوا له الظروف زي الرحم بالظبط. بيحصل فعلا وبيهيئوا له الظروف إن هو يبقى زي الرحم بالظبط، لكن مش زي الرحم الطبيعي غير الصناعي. تمام. طب وده هيأثر في إيه؟ هيأثر حاجات كتير على الطفل والبيبي. الطفل المولود طبيعي صحته أفضل من المولود بالحقن المجهري أو الإخصاب الخارجي. مثلها بالظبط زي الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية، نفس الشيء. مناعة ده زي مناعة ده؟ أكيد لأ. اللي خلقه ربنا هو الأفضل طبعا وهو الأحسن. تمام. طيب احنا دلوقتي الحقن المجهري والإخصاب بره لأ. طب ايه الحل؟ الحجامة طيب هتوفر لي حل ولا مش هتوفر حل؟ أقول لك الحجامة هتوفر لك أنسب حل، وحل طبيعي ومش مكلف زي الحقن المجهري والإخصاب الخارجي. تمام. طيب افرض ان انا عدد الحيوانات المنوية عندي قليل جدا، يعني في التحليل ما يكملش 50,000 وكلهم ميتين.
الحجامة هتقدر تساعد في حالة زي كده؟ انت قلت ان احنا محتاجين 10 مليون، وانا 50 ألف وكلهم ميتين. هتقدر فعلا؟ لان الحجامة اول حاجة هتقلل المواد الضارة الموجودة في الجسم، النيكوتين والاطران واي مادة سامة مسببة التهاب في الكبد ومأثرة على الجسم هتخفضها. تمام، يعني كده الكبد هيبقى سليم، هيبقى فيه فرصة أحسن. تمام، بالإضافة إن هي هتزود الانتصاب، هتقوي الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية. طيب هو الموضوع ده إن يبقى العدد قليل وكل الحيوانات المنوية ميتة، ده بياخد له تقريبا كام جلسة؟ هقول لك برضو بالتجربة العملية 5 جلسات بتكون كافية إن أنت توصل عدد الحيوانات المنوية من 9 ل10 مليون حيوان منوي في 5 جلسات بس. في 5 جلسات بس. طب الفرق ما بينهم قد إيه؟ ممكن الفرق ما بينهم أسبوعين أو 10 أيام. يعني في ظرف الفترة دي بس أقدر إن أنا أنجب وأخلف وطبيعي ومش محتاج حقن مجهري أو إخصاب خارجي؟ طبعا. ودي وسيلة سهلة جدا وفي تناول الجميع. تمام. طيب أنا ممكن أعرف المواضع اللي يتعمل عليها الحجامة وأجيب أي حد يعملها لي وكده هو أخلف؟ هقول لك لأ، الموضوع بيتطلب خبرة كبيرة. لازم الشخص اللي يعمل لك الحجامة يكون عالم بيها وفاهم بيها وخبرته طويلة بيها عشان يقدر يجيب لك النتيجة ديت. انت لما تتكلم على 50 ألف أو 100 ألف وكلهم ميتين، حتى مش ساعة في الساعة الأولى كانوا في نشاط أو التانية أو التالتة، لا كلهم ميتين من البداية، دي بتكون حالات متأخرة جدا بس سهل علاجها. وأفضل وسيلة للجسم إنه يعالج نفسه بنفسه، وأفضل طفل ممكن ربنا يرزقك بيه هو اللي جاي بطريقة طبيعية، وده أفضل مناعة ليه. عشان بعد كده هو هتلاقي نفسك تتعب معاه وممكن يظهر له أمراض تانية وحساسية تانية وتلف مع دكاترة كتير. طب ده جاله من ايه؟ طب ده حصل ازاي؟ طب ده كله ويكون سبب هو حصل الإخصاب الخارجي أو حصل دامج أو تلف في الأنسجة أو ما إلى ذلك. وبرضو لو في عندكم أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، ومنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.